السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الطويجين من قاع الخاويه. هذا الطويجين هذا من الوصفات القدام اللي كنت ندير، وصراحه ما عمري ما شاركتهم وقيلا يمكن ما عمري ما شاركتهم في القناه. اليوم ان شاء الله قلت ماشي اليوم راه درتو الخميس، اليوم راه الجمعه، اليوم راه الكسكسه. المهم قلت علاش لا ما نشاركش معكم هذا حتى وجدت كلشي صراحه، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هذا الطويجين هذا اللي تتعرفوه هو، اللي ما تتعرفوش تجربوا بالطريقه ديالي. المهم خديت هنا، انا خديت واحد 3 ديال الدنجالات، وكل وحده تدير الدنجال على حسب الكميه اللي بغات والكميه اللي تتسلكها. المهم غادي نقطعهم بحال هكا، ضروري تقطعهم شويه يكونوا رقاقين بحال هكا بهذا الشكل هذا صافي. وغادي نديرهم في شي زلافه ولا شي بانيو، ولا المهم غادي نقطعوهم بحال هكا رقاقين، وغادي نديرهم في ديك الزلافه، وغادي نضيف عليهم الملحه. نضيفوا عليهم الملحه، هذاك الملحه هذيك تتساعدهم باش غادي يطلقوا لنا داك الماء باش يترخفوا شويه، باش منين بغينا نطويهم نقليوهم ونطويهم يجونا ساهلين في الطويان. المهم كيما قلت لكم هنا غادي نضيف لهم شويه ديال الملحه، وغادي نخليهم هنايا على جنب. انا كنت موجده كلشي صراحه كنبقى ليا غير الدنجال صافي، وجدت كلشي وحطيته حتى درت الدنجال ومشيت درت حاجه اخرى في الدار وعاد رجعت ليهم. وهي هذيك انا كيفاش طاحت لي الفكره، قلت علاش لا ما نشاركمش معكم. المهم غادي نخلي هاد الدنجل هذا هنايا قد ما خليتوه ثلث ساعه ربع ساعه، المهم اللي بغيتو حتى يطلق لنا واحد الماء ديالو. وغادي ندوزو باش غادي نشوفوا واش غادي نديرو في الطاجين. هنايا انا حكيت واحد البصله وحده، وحكيت كذلك واحد من جوج فصوص 3 ديال الفصوص ديال الثوم، ماشي مشكل ما يعني تجي زوينه. وهنايا درت واحد 4 ديال المطيشات. انا هنايا غادي نقطعهم غير بحال هكا، نتوما بغيتو حكوهم، بغيتو تقطعوهم مربعات تقطعوهم. المهم حنا راه فاش غادي يطيب غادي نعسوهم. المهم حنا نقطع هاد المطيشه هادي، وغادي ندير فيها شويه ديال القزبره ومعدنوس مقطعين، وشويه ديال الزيت. الا كاين زيت الزيتون نديروه يكون احسن، تيجي زوين بزاف بزيت الزيتون. كيما قلت لكم هنا شويه ديال القزبره ومعدنوس مقطعين. وبالنسبه للعطريه غادي ندير شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الملحه، شويه ديال التحميره، وشويه ديال السكينجبير. المهم العطريه كلها الكمون والخرقوم والسكينجبير والتحميره والملح، وشويه ديال بطبيعه الحال شويه ديال الابزار. ولا بغيتو ديروا شويه ديال السودانيه اللي تيبغي الحار يدير شويه ديال السودانيه صافي. هي هذيك انا غادي نضيف هاد العناصر هادو. غادي ندير هاد الطويشين ديالي هذا غادي نديرو فوق البوطه، وغادي نرخيف عليه العافيه، وغادي نخليه يطيب لينا هاد المطيشه هادي. غادي نسد عليه ونخليه على اتساع. المهم بعد ما درت داك الطويجين هنايا غادي ندوز ناخذ داك الدنجال كما خليته مع الملحه، تيكون طلق داك الماء ديالو صافي. غادي نديرو هكذا في هاد الشبكه هادي، وغادي نصفيه من داك الماء ديالو صافي. هنايا غادي ندوز باش غادي نوجدوه. نخليه هنا غادي تصفى واحد شويه، وغادي ناخذ هنايا واحد البطيطه اللي سلقتها، ندير معها شويه ديال الملحه واحد الفريميجه، وغادي نمعكها بحال هكا. المطيشه غير سلقتها غير في عفوا البطاطا سلقتها غير في الماء صافي. وغادي نخليها على اتساع، وغادي ندوز باش غادي نوجد هاد الدنجال ديالنا. المهم هنايا خديت انا غير مقله ثقيله ودهنتها هكذا بشويه ديال الزيت، وغادي ندير فيها هذوك الطريفات ديال الدنجال، وغادي نديرهم في القربوطه على نار تكون شويه يعني ما تكونش مزاده بزاف وما تكونش متوسطه، ما تكونش ناقصه، يعني تكون متوسطه شويه حتى يتقلاو لينا. وغادي نقلبوهم وصافي، وغادي يكونوا عندنا موجودين. الصراحه انا موريتكمش هذه المرحله لان تنظن انها واضحه صافي. غادي نديرهم هنايا كما قلت لكم، غادي نديرهم في القربوطه وغادي نخليهم يتقلاو ونقلبوهم ونكملوا كامل الكميه اللي عندنا. غادي ندهنهم كذلك شويه ديال الزيت هنا من الفوق، نتوما كما تلاحظوا تنديروا غير شي شويه كذا ديال الزيت صافي. دابا غادي ندوز هنايا الكفته. انا عندي هنايا الكفته ديال العدند كما قلت لكم، الا بغيتو ديروا كفته ديال السردين حتى هي تجي زوينه. عندي هنايا الكفته ديال العدند الكميه اللي بغيتو،
هنا غادي ندير واحد شويه ديال البزار والسودانيه مخلطين، عفوا هذه القرفه، درت واحد شويه ديال القرفه وشويه ديال الكمون. المهم العطريه ما تكثروش بزاف لانه عمر العطريه هي اللي تعطي المذاق. هنا شويه ديال الخرقوم، راس المعلقه راس معلقه راس معلقه، وبالنسبه وشويه ديال التحميره كما تلاحظوا. بالنسبه للقرفه غير شويه الراس ديال هذا. وغادي نضيف شويه ديال القزبر ومعدنوس، الملحه والحار. بالنسبه للحار ديروا اللي بغيتو. هذاك راه درت شويه ديال البزار مخلط مع شويه ديال السودانيه وصافي. هنا غادي ندير الثومه مع القزبر ومعدنوس. هنا غادي نضيف ديك البطاطا اللي خلطتها مع شويه ديال الملحه والفرماجه. وكذلك غادي نضيف هذا واحد الفلفله حلوه وكذلك حاره. حتى واحد الحاره غادي نحكهم بجوج هنايا. غادي نخلطهم حتى هما مع هذا الخليط هذا صافي. وغادي نخلطوا هاد الخليط هذا صافي. هنا غادي نخدم يدي نخلط داكشي مزيان صافي. هنا من بعد ما خلطنا هاد الخليط ديالنا، ولا عندكم حتى الزيتون بغيتو تضيفوا الزيتون مقطع ضيفوا، داك راه مكانش متوفر عندي ما درتوش. المهم غادي نكوروهم ولا نديرهم هكايا على شكل اصابع كيف ما هو موضح صافي. وتنحطهم حتى تنساليو. هنايا بالنسبه للدنجال ديالي ها هو تيجي بحال هكا على التشكيلات، تيجي بحال هكا، تيجي بحال الوريقه صافي. وغادي نلفوا فيه هاد الاصابع ديال الكفته. وغادي ندوزو باش نشوفوا المرحله المواليه. راه كلشي موضح في الفيديو صافي. الطريقه اللي راه تقريبا معروفه. انا غير قلت نشارك معكم هذا الفيديو هذا وصافي. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه صافي. وهنايا غادي ندوزو للطويجين ديالنا. هنايا من بعد ما طابت هاد المطيشه هذه والعناصر اللي درنا، انا غادي ناخذ هنايا واحد الفرشيط وغادي نمعك هاد المطيشه هذه كما قلت لكم في قبيله. بغيتو ديروا مقطعوها رقيقه قطعوها، بغيتو تحكوها. المهم هي طابت وغادي نمعكها بحال هكا وغادي نخلط كلشي باش كلشي ينسجم مع بعضياته صافي. وغادي نبدا نضيف هذاك الدنجال اللي عمر. هنايا غادي نضيف واحد الاضافه ديال هذه الفلفله، اللي المعجون ديال الفلفله اللي راه كنت ديجا حطيته لكم في القناه. المعجون ديال الفلفله الحمراء صراحه تيجي زوين بزاف مع الكفته ومع وكذلك في الزعلوك وداك الشيء. الا بغيتو خليو لي في التعليق نخلي لكم الرابط ديالو، تيجي زوين بزاف هذاك المعجون ديال الفلفله الحمراء صافي. وغادي نستف هاد الدنجال هذا في الطاجين بحال هكا صافي. وهكذا الا بغيتو تضيفوا كما قلت لكم شويه ديال الزيتون هكا من فوق ضيفوا. انا درت غير شويه ديال الحامض صافي. ودرتو راه دغيا تيطيب 10 دقائق كاع سميتو تيكون موجود. ديك المطيشه راه طايبه، تيطيب الدنجال راه طايب كلشي. ونتمنى الاعجاب ديالكم. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جاي.